بقى مسألة النهاردة، مسألة بقى بسيطة خالص وبتلخص حصتنا النهاردة. وقف الجسم على بعد 3 متر من مرآة مستوية، فتكونت صورة خلف المرآة. طبعا تقدير عارفين، ادي المرآة المستوية، تمام، ادي الجسم على بعد 3، ادي الصورة ان شاء الله تكون قدها على بعد 3. ماشي، ما المسافة بين صورة الشخص والمرآة؟ مش ده الجسم ودي صورته؟ هتقول لي يا صديقي عرفت ازاي ده الجسم؟ امام السطح العاكس. عايز المسافة بين صورته والمرآة، هتبقى 3. هتقول ايه؟ بما ان من خواص الصور المتكونة بالمرايا المستوي بعد الجسم عن المرآة يساوي بعد الصورة عن المرآة. طالما الجسم والمرآة 3 يبقى الصورة والمرآة 3. ماشي يا مستر. ما المسافة، ركز في الحتة دي باش ما حلناش الفكرة دي قبل كده. ما المسافة التي يجب أن يتحركها الشخص نحو المراية حتى تصبح المسافة بين صورته 2 متر؟ يعني الشخص أبو أزرق ده هنحركوه قد إيه ناحية المراية عشان يكون بينه وبين صورته 2 متر؟ طالما بينه وبين صورته 2 متر، نعمل الأزرق بقى. طالما صورته بينه وبين صورته 2 متر يبقى لازم يكون متر قبل المراية، صح؟ ومتر بعد الايه؟ المراية. سامحوني بس كده على الحركة عشان خاطر القلم بس. وطبعا ادي المراية بتاعتي. مش فاهم برضو يا مستر؟ استنى بس على رزقك، اصبر يا صديقي. احنا عايزين هنا 1 متر وهنا 1 متر. هو قال يا مستر 2 متر، ماشي. هو عاوز ايه؟ كم يجب ان يتحرك؟ ما المسافة التي يجب ان يتحركها الشخص نحو المرآة حتى تصبح المسافة بينه وبين صورته الجديدة 2 متر؟ عشان تبقى المسافة يا صديقي بينه وبين صورته الجديدة 2 متر يبقى لازم أن يكون هنا 1 متر و1 متر، صح؟ طب هو بينه وبين المراية كام؟ بينه وبين المراية 3، يبقى لازم أن يتحرك نحو المرآة 2 متر. خلاص؟ يبقى يجب أن يتحرك نحو المرآة 2 متر حتى يكون بينه وبين المرآة متر وبينه وبين صورته 2 متر زي ما انت طالب. خلاص؟ آخر مطلوب بقى، إذا تحرك الشخص 3 متر بعيدا عن المرآة، يعني هيبعد، نخليه بقى برضه باللون الأزرق. المرة دي بقى مش هيقرب 2 متر، ده هيبعد 3 متر. خلاص؟ يبقى كده بعد عن المراية كام؟ هو أصلا كان 3 وادي كمان 3 بقى 6. فكم تصبح المسافة بينه وبين صورته الجديدة؟ خلاص هيبقى بينه وبين المراية كام؟ 6، صح؟ هتبقى بينه وبين صورته الجديدة هيبقى 6 و6 12 متر.